أزمة السوريين والسودانيين في مصر. هو احنا عملنا لكم ايه يا جماعة؟ جد والله العظيم. اولا اول ما السوريين جم مصر، اول ناس يعني استقبلتهم، احنا كنا اول ناس استقبلت السوريين استقبال حلو جدا وما زال والله. يعني المنطقة اللي انا ساكنة فيها دي كلها سوريين، ربنا يعلم احنا بنحبهم، بنحبهم كتير قوي وهم برضو بيحبونا. يمكن المنطقة اللي انا فيها دي اكتر الناس، اقول لكم ايه، انا بتهيألي المحلات كلها سوري. يعني انا فين وفين كده لما الاقي محل مصري، كان ملابس، مطاعم، برفانات، مكياجات، طرح، مكتسحين والله وبنحب نروح لهم. مفيش انا بفرقش بين سوري ومصري. يعني انا مش بقول لا ده مطعم مصري هو لا، انا لما يجي لي مزاج اكل اكل سوري بروح اكل اكل سوري، اكل اكل مصري. احنا بنحبهم وعمرنا ما في حاجه هتفرق بينا. الناس اللي بتطلع تتكلم يا ريت ما تعملوش فتنة، عشان احنا بنحب الشعب السوري جدا والشعب السوري بيحبنا جدا، وانا متأكدة من حاجة زي دي. وكل اللي بيقول ان السوريين عايزين ياخدوا يعني يبقى لهم رأي في المجلس وحاجات من دي غير الشعب، انا ما اعتقدش ان هم يفكروا تفكير زي ده. لان هم لو في بلدهم اكيد مش هيقبلوا ان المصريين يعملوا كده. يعني لو الموضوع اختلف اكيد مش هيقبلوا على نفسهم كده، واحنا برضو مش هنقبل ان اي حد ياخد مكان المصريين او ما ينفعش. احنا نستقبلكم، نحطكم على راسنا من فوق، احلى ترحيب. دي بالنسبه للسوريين، احنا بنحبهم جدا وعمرنا عمرنا عمرنا ما بيبقى في فتنه بينا، لان احنا والسوريين بقالنا سنين مع بعض. انا جاري هنا سوري، المحلات اللي في وشي سوريين صراحه من ساعه ما جم، وهم ناس في حالهم جدا، وناس ذوق 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 في التعامل وفي الكلام وفي كل حاجه. انا بشوف ان السوريين صراحه كويسين، ما شفتش من السوريين حاجه وحشه. تمام. انا هنا جيراني سوريين، انا هنا محلات سوريين، الناس كلها محترمه جدا جدا جدا. تعالوا بقى سيبنا من السوريين دول، لان السوريين دول يعتبروا خلاص بقوا مننا فينا، اتجوزنا منهم واتجوزوا مننا بقوا مننا فينا. دي بالنسبه للسوريين. السودانيين انا اولا ما فيش اختلاط بيني وبين السودانيين. كنت ايام اسكندريه كنت بشوفهم فاتحين حاجات من زمان، وبرضو كان معاملتنا بيهم محدوده. انما لما تيجوا تضربوا في المصريين، تتحرشوا بالمصريين، تقولوا اوسخ كلام عليهم، ايه اللي مقعدكم جايين بلدي ليه؟ اولا انتوا ما رضيتوش تحاربوا، ده انتوا المفروض يعني شوفوا فلسطين واللي بيحصل فيها ومش سايبين بلدهم ولا يعني رجاله. انتوا قاعدين هنا ليه؟ طيب قاعدين واستقبلناكوا وجايين لاجئين، وما نقولش نقول لاجئين، جايين ضيوف لمصر، وجايين تتهجموا على المصريين، تتبلطجوا عليهم. لا لا، تقعد بأدبك زي السوري، ما هو قاعد باحترام، ما شفناش من السوريين حاجة وحشة أبدا. تمام. لا إما تقعد في مصر بأدبك ضيف، ضيف مش تقيل، لا إما تتفضل بالسلامة. تمام، تروح على بلدك، عشان مصر دي مش بلدك. مصر دي بلد المصريين. إن كانت بتستضيف أي حد من بره أو بتستضيف أي حد، فده عشان احنا قلبنا أبيض وبنحب نقف جنب جيراننا وإخواتنا وحبايبنا. انما انا شفت كام فيديو السودانيين اللي اتبلطجوا وعاملين يضربوا في الناس ويتحرشوا بالبنات في الشوارع وواحده ماسكه شمال واحده جارتها مصريه. ايه يا ماما فوقي؟ انت لو عملت كده لاي ده في اي بلد، في اي بلد في اي بلد اتهجمتي على مثلا السعوديه، لو انت اتهجمتي على واحده سعوديه في بلدها هتطردي. لو في مثلا في دبي، في اي مكان عامه، وفي مصر برضو اي سوداني هيتهجم على مصري يترحل هو وعيلته فورا. ويعني بنتمنى من الرئيس السيسي ان هو يعمل كده، ان هو اي مش سوداني بس، اي واحد ضيف زي ما الرئيس السيسي قال، عبد الفتاح السيسي قال، لو احنا مش هنقول لاجئين، احنا هنقول ضيوف، هنقول ضيف. لو انتوا اي ضيف يجي يتهجم على مصري، يتحرش بمصري، يحصل منه اي حاجة، يترحل على بلده فورا، عشان المصريين مش ضعاف. وعايزين فيديو تاني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الافتراء ده؟ انتوا جايين ضيوف يعني. على رأي المثل، واحد داخل بيتي وبيتنطط عليا، يا اخي اسم الله، ما انا ممكن اطردك. واقول برضو مش كل السودانيين وحشين، في سودانيين محترمين. انا شفت سودانيين كتير كانوا ناس محترمه وناس انا كنت صراحه مسميهم ناس طيبين. بس لما تطلعوا تعملوا ده كله،
لا، لموا نفسكم، لان انا بتمنى من الرئيس عبد الفتاح يعمل كده، ان اي واحد يتجاوز حدوده مع مصر من ضيف، مش هقول لاجئ، من ضيف، يا ريت يا ريت يا ريس يرجع بلده، عشان المصريين مش هفق ان حد يتعرض لهم بالطريقة اللي احنا شفناها في الفيديوهات والطريقة اللي احنا شفناها دي. تمام. تمام. الكلام ده لأي سوداني، الكلام ده لأي سوداني، ومش سوداني بس، لأي واحد يفتكر ان هو هقعد في مصر بلطجة. انتوا جيتوا غليتوا كل حاجة علينا اكتر ما هي كانت غالية. يعني احنا اوريدي كانت كل حاجة غالية، والمصر اقتصادها واقع اصلا. يعني احنا مصر اقتصادها واقع اساسا، وانتوا جيتوا وقعدتوا في بلدي والدنيا غلت علينا الضعف بالضعف، وبقينا ماشيين، يعني ربنا اللي ساترها علينا ستر من عند ربنا، وكمان مش عاجبكم يا بجاحتكم.